في مسرحية شاهد ما شافش حاجة، عادل إمام قال للقاضي: عارف نفق العباسية؟ القاضي رد وقال له: عارفه. عادل إمام قال له: في محل قصب. القاضي رد وقال له: أيوه، ماله؟ عادل إمام قال له: وحش، ما تبقاش تشرب من عنده. حوار يبان عادي في مسرحية، بس بالفعل في محل قصب في آخر نفق العباسية وعصيره مش قد كده. والغريب بقى إن بعدها في ناس كتير راحوا شربوا من عنده، وما شاء الله فتح فروع جديدة ليه بعد ما كان قرب يفلس. خلي دي على جنب شوية. في 2016 كولين كيبرنيك، وده لاعب كرة قدم أمريكية، قعد على ركبته أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي للتنديد بعنف الشرطة الأمريكية ضد أصحاب البشرة السمراء، والرئيس الأمريكي اتهمه بالخائن ونال انتقادات كبيرة ساعتها، والرأي العام ثار ضده، وما كانش في نادي راضي يوقع عقد معاه بسبب اللي عمله. تيجي تعمل إيه بقى شركة نايكي؟ في 2018 تختار صورته للترويج في حملتها الإعلانية، وبعدها تزيد مبيعات الشركة أونلاين بنسبة 31%، ويرتفع سهم الشركة 1%. وبعض خبراء التسويق رجحوا إن سبب اختيار الشركة لصورة كيبرنيك إنها عايزة تستهدف شريحة أكبر من الشباب ذو الأصل الأفريقي، وهم الشريحة الأكثر استهلاكًا لمنتجاتها، والحملة الإعلانية دي ملهمة للشريحة. في المثال الأول عادل إمام عمل دعاية سلبية لمحل القصب وربنا فتحها عليه، بغض النظر بقى قاصد أو مش قاصد. وفي المثال التاني شركة نايكي استفادت من اللي حصل مع كيبرنيك وقلبت الترابيزة لصالحها وزودت مبيعاتها. جميل جدًا، بس في حاجة، الدعاية السلبية أحيانًا مش حلوة. يعني ما تفضلش تشتم في واحد وِحِش على السوشيال ميديا، أنت كده بتدّي له قيمة والناس هيكون عندها فضول تعرف مين ده، فيتشهر أكتر، ومش بعيد تلاقي ناس كتيرة بتدافع عنه، وده اللي بيحصل. وفي نوع تاني من الدعاية السلبية، وهي إنك تجيب مثلًا شخص ليه رأي معيّن، وغالبًا بيبقى غلط وليه أفكار وتوجهات مخالفة لثقافة المجتمع، أو بيشكك في الدين، وتقعّده قدّام شيخ أو راجل دين على الهوا، وده يفضل يرد على ده، وده يفضل يرد على ده، وفي آخر الحوار أو المناظرة ما استفدناش حاجة، وكل واحد روّح بيته وما فيش حد أقنع التاني بوجهة نظره. مع إننا كلنا عارفين مين الصح ومين الغلط، بس المصيبة بقى إن في ناس كتير أوي بتتفرّج، فممكن كام واحد كانوا واقعين على دماغهم وهُم صغيرين يتعاطفوا مع الشخص ده أو كلامه يأثّر عليهم بطريقة غير مباشرة، والمحصّلة إن الشخص ده يتسلّط عليه الضوء ويطلع كسبان في الآخر، وأحلى black marketing اتعمل، وتلاقي أصلًا تلات أرباعهم بيعمل كده عشان يتشهروا، بومبا وخلاص، مع إن ممكن المناظرة دي تتعمل بينهم وبين بعضيهم، مش لازم أي حاجة تتعرض. في رأي يطلع ويقول لك كويس إن المناظرة دي على التلفزيون عشان تزود وعي الناس اللي بتتفرج ومش عارف إيه. هاقول لك إن الفاروق عمر بن الخطاب قال: "أميتوا الباطل بالسكوت عنه". ينزل فيلم أو مسلسل ما ينفعش يتعرض، وده بيبقى على منصات أجنبية طبعًا، ما هو لو في السينما هيتمنع من العرض. المهم واحد يشوف الفيلم والّا المسلسل ده يكتب بوست يفضل يشتم في الفيلم والممثلين، ويقول لك اعمل مقاطعة ومش عارف إيه. أنا باقول لحضرتك اقعد ساكت. الناس لمّا بتصدق تلاقي حاجة شبه كده. حتى برضه وأنت بتقلِّب في اليوتيوب كده والّا في أي حتة، تلاقي فيديو مكتوب عليه شاهد قبل الحذف وفضيحة الواد مش عارف مين، تبُص على المشاهدات تلاقيها بالملايين، وفيديو تاني زي الفيديو ده جايب أقل منه. طب يرضيك كده يعني؟